من اول يوم لهانز فليك مع برشلونة الكل كان مستني لحظة واحدة انه يحل الكارثة الدفاعية، لكن الصدمة بعد 3 ماتشات بس الوضع بقى اسوأ من اي وقت. برشلونة الاول في عدد الفرص الخطيرة المستقبلة ب 12 فرصة، والثامن في الاكس جي المستقبل ب 4.2 فرصة. قارن ده بالموسم اللي فات 4 فرص بس واكس جي 2.41. شايف الفرق قد ايه؟ والارقام دي مش مجرد احصائيات، ده الملعب بيصرخ بيها. الموسم اللي فات برشلونة كان بيضغط ضغط عالي مرعب وصعب جدا يتكسر. المشكلة كانت في مصيدة التسلل. لو الضغط اتكسر الكل قال فليك هيعالج النقطة دي في بداية السنة، لكن اللي حصل نفس المشاكل موجودة وفوقيها ضاع اهم سلاح، الضغط. ليه ده حصل وايه الحل؟ خلينا نفصص الموضوع ده حتة حتة. يلا بينا نبدأ. في اي 4-2-3-1 تقليدية الفريق كان بيتحول ل 4-4-2 بدون كورة. العشرة بيضغط مع المهاجم على قلوب الدفاع، الأجنحة بتمسك الأظهرة، المحاور بيقفلوا على خط وسط الخصم. طب فين المشكلة؟ لو الخصم سحب محاوره تحت شوية المحاور بتتزنق، يا إما يروحوا وراهم ويسيبوا فراغ قاتل، يا اما يثبتوا في مكانهم ويسيبوهم يستلموا ويعملوا الزياده العدديه ويكسروا الضغط بكل سهوله. لكن هنا فليك قلب الترابيزه، الاجنحه يامال ورافينها بقوا بيضغطوا على قلوب الدفاع، ليفا واولمو خدوا محاور الخصم. طب ايه الميزه هنا؟ انهم كمهاجمين يقدروا ينزلوا مع المحاور بدون ما يسيبوا فجوه. طب دور الاظهره، بلدي وكوندي بيطلعوا فوق يضغطوا، يامال ورافينيا بيقفلوا زوايا التمرير على المدافعين، قلوب الدفاع وديونج بيغطوا وبيعملوا البالانس. النتيجة برشلونة بقى واحد من أشرس الفرق في الضغط العالي في العالم كله، خصوصا في العمق. لكن دايما مفيش نظام مثالي. فليك كان عايز ضغط 90 دقيقة متواصل. الإرهاق في آخر الماتشات وقع الشدة، الخصوم بقوا بيلعبوا كرات طويلة والأظهرة اتفضحوا 2 ضد 1. سؤال ليكم، هل في فريق يقدر يضغط 90 دقيقة؟ مستحيل. المخاطرة دي خلت فليك يغير. تغيير واضح من اول 3 ماتشات. الأظهرة بقت اعمق، جناح واحد يدخل في العمق والتاني يفضل واسع. الفكرة الضغط على طرف واحد من الملعب، لكن الكارثة دايما في ظهير حر. لو الخصم غير اللعب عليه بسرعة الضغط بيتكسر في ثانية، وده اللي حصل قدام رايو فاليكانو اكتر من مرة. في مشكلة كمان ظهرت كبيرة قوي، الكاونتر بريس. الموسم اللي فات اول ما برشلونة كان بيخسر الكورة رد فعل فوري على طول. السنة دي كسل. يامال اوضح مثال، بس مش هو الوحيد. النتيجة ضغط اضعف، شراسة اقل، خط دفاع متقدم جدا. طبيعي جدا برشلونة يستقبل الفرص دي ويبان عريان دفاعيا. طب ايه الحلول الممكنة؟ الحل مش نضعف السيستم القديم كان ناجح. المشكلة في الضغط 90 دقيقة، الاعتماد على مصيدة التسلل. الحل الذهبي بالنسبة لي إدارة الضغط بذكاء. أول ربع ساعة ضغط عالي، تاني ربع ساعة ميديان بلوك، آخر ربع ساعة ضغط عالي. نفس الكلام في الشوط التاني. الهدف ضغط 60 دقيقة إجمالي و30 دقيقة بتحفظ وميديان بلوك. اللعيبة تاخد نفسها، وفي الميديان بلوك الدفاع ينزل أعمق، ومصيدة التسلل نقول لها باي باي شويه. وطبعا التوقيتات اللي بقولها مش اجبار، دي بتبقى على حسب النتيجه، على حسب اللاعبين في يومهم ولا لا، على حسب الارهاق. وكمان في خيار وسط، واحد بس من الاظهره اللي هو بلدي يطلع يضغط فوق، رافينيا يبقى دايما جوه، يامال دايما موسع الملعب. ده بيبسط السيستم ويخليه متوازن، لكن برضه مش هيحل مشكله الارهاق لو الضغط ده فضل 90 دقيقه متواصله. من غير التزام فردي اي سيستم هينهار. لازم كل لاعب يدي 100% من غير كوره، ولو واحد كسل الضغط كله هيقع. فليك حاول يخلي السيستم امن، لكن الحقيقه ضيع قوة الضغط ومن غير ما يحل أي مشكلة دفاعية. الحلول برشلونة يرجع للسيستم القديم، يتوزع المجهود على فترات، تتشال المصيدة وقت الميديان بلوك، واللاعبين يلتزموا 100%. لو ده حصل برشلونة يرجع فريق ضغط مرعب. طب لو ما حصلش، أي خصم يقدر يضرب برشلونة بتحويلة لعب واحدة. الحل واضح قدامي، لكن انت شايف ايه؟ هل فليك بيضيع برشلونة ولا التغيير اللي بيعمله محتاج وقت اطول؟ اكتبوا رأيكم في الكومنتات، ولو الفيديو عجبكم ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب وشير وانت ماشي عشان غيرك يستلم ويشوف. اشوفكم الحلقة الجاية، سلام.